بكم في قناة صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا اليوم سعيد لأنه لجنة نوبل لم تعطي هذه الجائزة لأكبر داعم لحرب الإبادة في التاريخ اللي هو دونالد ترامب. حقيقة هذا الرجل مزور، هذا الرجل يعني يسعى للحرب في أمريكا، لم يحقق السلام في أمريكا، بالعكس بده يجي يحقق السلام في غزة. لا، هو كان مستعجل، إذا لاحظتوا كان مستعجل جدا، بده كل شيء يتم بسرعة ويصير توصل لاتفاق، وضغوط كانت مش على الفلسطينيين، كانت على إسرائيل حتى يفوز بجائزة نوبل للسلام. هذا عنده عقدة أساسية من باراك أوباما، عنده مشكلة، يعني كان بده يفوز بجائزة نوبل للسلام، فاعتقد بأنه إذا وقف الحرب في قطاع غزة ولو مؤقتا، يعني هذا يعتبر يعني السلم الوحيد له للصعود إلى هذه المنصة، ويعني يغادر الحياة السياسية وقد حاز على هذه الجائزة. فكمان أنا مش مع الحقيقة الفنزويلية ماريا كورينا اللي فازت فيها زعيمة المعارضة الفنزويلية، لا، هذه عميلة أمريكية، عميلة لترامب، هذه بتتآمر على كل القارة الأمريكية اللاتينية اللي وقفت مع الشعب الفلسطيني. ترامب لم يكن يهدف إلى إنقاذ أهلنا في قطاع غزة، كان بيهدف إلى إنقاذ إسرائيل. يعني لما بقول نتنياهو أنت بدك تحارب العالم كله، يعني الآن هم حتى اللي هو أذرعوا اليمينية اليهودية في أمريكا، كل هؤلاء اللي حولوا من الصهاينة هم بدهم ينقذوا إسرائيل. هذه أدركوا بأن إسرائيل أصبحت معزولة ومكروهة في العالم، حتى كمان هذا الكراهية امتدت إلى اليهود أنفسهم. فهو يعني كان مزور حقيقة. السلام آخر شيء بفكر فيه، لم يعترف مطلقا منذ أن جاء إلى السلطة بأن إسرائيل تمارس حرب إبادة في قطاع غزة إطلاقا. طب ليش استنى كل هالفترة؟ ليش استنى لأنه بده جائزة نوبل. ما أخذ الجائزة هذه أمر آخر. يعني الآن من لا نعرف إيش بده يعمل، وشفنا إحنا يعني نتنياهو جالس على يمينه كوشنر وعلى يساره ويتكوف، يعني واثنين أكبر صهاينة وأكبر مؤيدين للإبادة في قطاع غزة. يعني هذه ربما بدهم يبرروا هالكم من يوم وبعدين ترجع الأمور إلى وضعها السابق، أي قتل أهلنا في القطاع. من يستحق هذه الجائزة هو الشعب الفلسطيني، اللي صمد عامين كاملين في أطول الحروب في الشرق الأوسط. هذول اللي بيستحقوا نوبل للسلام. اللي بيستحقوا نوبل للسلام أيضا هي المقاومة. هذه المقاومة هي التي غيرت كل المعادلات وعادت إحياء القضية الفلسطينية في العالم كله، وحقيقة استطاعت أن تجند بطريقة ودية وليس تجديد، يعني بمعنى لا ضغوط، لا، بالحقائق والوقائع والصمود. العالم كله أصبح مجندا مع الشعب الفلسطيني وضد هذه الإبادة الإسرائيلية في القطاع. هذه المقاومة هي التي تستحق جائزة نوبل، لأنها غيرت كل الموازين، كل المقاييس، كل الاعتبارات على الأرض. هذه هي الحقيقة. فجائزة نوبل للشعب الفلسطيني، للمقاومين، للذين تصدوا لهذه الحرب الدموية. هذا ترامب لم يعترف ولم يقبل مطلقا بحل الدولتين على الإطلاق، وكل يعني استخدم الفيتو أكثر من 6 مرات ضد أي مشروع للتفاهم ودعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب. طب أنت استخدمت الفيتو حتى تمنع الحرب، وبدك أنت يعني بدك توصل لجائزة نوبل وتستحقها؟ لا، هذا لا يمكن أن يتم على الإطلاق. يعني إحنا علينا، إذا كان هو يريد السلام حقيقة، عليه أن ينتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ويوقف هذا العدوان الإسرائيلي ويبدأ لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. غير هيك لا.
وشكرا للجنة نوبل النرويجية، رغم ان احنا نختلف مع العديد من قراراتها، لكن اصلا دولة النرويج وقفت موقفا رائعا مع القضية الفلسطينية، وأوقفت كل استثماراتها أو استثمارات صندوقها السياسي في دولة الاحتلال وفي الشركات الصهيونية. شكرا يا نرويج، شكرا لكم، والله رفعتم رؤوسنا، وشكرا لكل الشعوب، كل الدول اللي وقفت مع القضية الفلسطينية، وقفت ضد حرب الإبادة وحرب التطهير العرقي في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة، وشكرا لكم. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات